سلام على الجميع. اسهل حلويات العيد بالكنافه اللي كتجمع بين القرمشه والهشاشه واللي كتجي لذيذه بزاف ورائعه جدا. تبعوا معايا الطريقه الاخيره. اولا كناخذ الزلافه ديالي اللي كندير فيها 125 ديال الزبده، وكندير 3 فرماجات المثلث او المربع، وكندير نصف كوب من السكر كلاصي او سكر ثقيل، كندير ايضا نصف كوب من الزيت. صافي كنخلط المكونات ديالي مزيان حتى كنحصل على شكل بوماد. من بعد كنزيد الدقيق، ما يعادل 4 كيسان ونصف على حسب الخليط ديالنا. كنزيدو ليه ايضا نصف كيس ديال الخميره ديال الحلويات، ما يعادل نصف معلقه صغيره. صافي وكنجمع العجين ديالي حتى كنحصل عليها خفيفه ورطبه وسهله التشكيل، ونعمل فيها كريات اللي متساويه الحجم. من الاحسن تصغرهم شويه لان الحجم ديالهم كيتزاد. صافي كندخلهم الفران على 170 درجه. من بعد ما كتخرج كتجي على هذا الشكل. صافي كنحتاج الكنافه ديالي اللي كنديرها في مقلاة، وكندير لها 2 معالق ديال الزبده، وكنحرك فيها حتى تاخذ اللون الذهبي الجميل. غنحتاج ايضا الكراميل اللي شاركته معكم في الفيديو اللي قبل من هذا، ساهل ومتعدد الاستعمالات. كنمرر قطع الحلوى من بعد ما كيبردوا في الكراميل، وكنزول داك الفائض اللي كيبقى ليا وكنوضعها في الكنافه حتى كنحصلوا على الشكل اللي كتشوفوا. كتجي حلوه اللي هشيشه مرمله ومعلكه وزوينه بزاف. غتعجبكم بزاف، كتعجب الكبير والصغير. كتستحق التجربه. كنتمنى تجربوها وبصحه والراحه ومع السلامه.